نادي قطري او نادي عربي يمكن يستفيد امكانيه هذا اللاعب اللي يمكن مواصفاته كثيره يقدر يفيد اي فريق. فريق واحنا قلنا يعني فريق الشرطه اعتمد على اللعب من الاطراف بواسطه ضرغام اسماعيل بواسطه وليد سالم، وشاركوا كثير من الحالات، حتى يعني احمد داياد بالنسبه لامجد كلف ايضا شاركوا وعكسوا كرات. مروان كان اليوم بحاله جيده، ايضا استطاع ان يشكل خطوره، حتى على عبد الزهره ايضا شكل خطوره، ولكن يعني 2-0 اعتقد نتيجه تعتبر ثقيله خاصه بالشوط الاول على فريق نادي الزوراء. نعم. تفوق كما تكلمنا عنها دكتور، تكلمنا عن فريق الشرطه سيكون هو الافضل وكان هو الافضل بكل تاكيد. بالفعل خالد، يعني اليوم مع الاسف يعني هذا ما مستوى الزوراء، مستوى الزوراء وتاريخه ما يليق بفريق انه ما وصل سوى مره واحده في الشوط الاول. انا اتصور انه يعني احنا كنا قبل المباراه تكلمنا انه الأظهرة بالنسبة لضرغام اسماعيل أو وليد سالم لاعبين منتخب على الأجناب في فريق الشرطة، يجب أنه كابتن عماد محمد أنه يوقف اللاعبين من جانبين، فما أتصور أنه كل المباراة ما استطاع أنه يضع الحلول، ولاعبين موجودين بصراحة موجودين ومتحركين، يجب أن يضع لاعب ضاغط وساند، وعنده الإمكانيات، عنده لاعبين شباب حسين علي وعنده حسين جويد قبل ما يطلع، لكن الآن المشكلة أنه في سيف حاتم لاعب بديل ولاعب شاب ومن جهة ضرغام، ويتناوبون على سيف حاتم أحمد أياد وضرغام، وايضا لاعب مبدع مثل علاء عبد الزهر اليوم صنع الهدف الثاني وبامكانيات بصراحه كبيره وكان ممكن يسجل. وليد سالم مشاركته كان في الشوط الاول اقل، لكنه ضرغام قدم مستوى رائع. اليوم الشرطه جو من الاختصار، جو راسا انه وسعوا بعرض الملعب وعلى جهه ضرغام، وبالفعل استفادوا استفاده كبيره، وممكن انه الشوط الثاني ستكون الغله اكبر. شوف هذا الهدف الجميل اللي علاء عبد الزهر صنع على ضرغام ومروان حسين، بصراحه هذا الهدف اجمل ما موجود في المباراه، لانه من لمسه والثانيه ضربوا المدافعين. اليوم الفريق الشرطه فريق الزوراء فريق تايه في الملعب، ما عنده اي امكانيه لجاري فريق الزوراء، فيجب انه على المدرب انه يعني يضع حلول كيفيه انه يوقف ضرغام وكيفيه يوقف وليد سالم بهذا الشكل، انه ممكن انه تصير بصراحه ترجع مره ثانيه الرباعيه على فريق الزوراء، وهذا طبعا ما يليق بالفريق، لانه لحد الان التوازن الدفاعي ووسط الميدان فريق الزوراء ضايع وما شفنا